بيبدأ مسلسلنا مع بطلنا العسل واللي اسمه نيوت، واللي بيكون عنده مشكلة بخصوص النظافة ولازم يغسل ايده 100 مرة قبل ما يعمل حاجة، وبيكون منظف اوفر وبيلبس هدوم كتيرة كذا طبقة فوق بعض، قال يعني عشان الجراثيم ما تلمسوش، وحتى باب بيته بيتشيك عليه 50 مرة. فقرر ان هو يروح لدكتور وبيحكي له اللي بيحصل معاه واللي هو بيعمله ومخاوفه من الجراثيم، وان من كتر خوفه اتعلم ان هو يعمل الصابون وحاجة النظافة بنفسه، وان هو كمان عمل البراند بتاعه عشان يكون ضامن نظافة الصابون. والدكتور شخصه ان هو عنده وسواس قهري اللي هو OCD، وانه هيتعالج. وبيطلع وبيشوف بنت بتكون لفتت نظره قوي وعمال يبص لها زي ما يكون حبها، وهو خارج مفاتيحه بتقع منه وبيكون خايف ومش عارف ازاي ياخدها لانها على الارض عشان الجراثيم. وجت نفس البنت وقدرت ان هي تساعده، وهو بيكون متردد انه ياخد منها المفاتيح، وقال لها ان هي تسيبها على البنج هنا، وفعلا عملت كده. مامتها جت وخدتها، وهو لقى موبايل البنت واقع على الارض فطهره وخده بيكون عليه صورتها. وطلع ان البنت هي كمان جت عند دكتور لانها بتفكر في الانتحار ومحبطة جدا، وطلعت انها متفوقة في دراستها قوي وجايبة 100% في 5 مواد، لدرجة ان المدير عمل لها بوستر كبير في المدرسة. وحتى في البيت باباها بيكون معلق شهاداتها الكتير، وكل همه ان هي تذاكر في هدوء ومش مهتم بأي حاجة تانية تخصها غير الدراسة وبس. وهي قررت تقوله ان هي مش عايزة تقدم على المنحة، بس طبعا باباها اتخانق معاها ومصمم ان هي تفضل تذاكر وعايزها تاخد المنحة بتاعة الدراسة في ألمانيا بأي طريقة. قال يعني عشان كان نفسه هو ياخدها زمان بس الظروف ما ساعدتوش. وجي عليها وقت وكانت منهارة جدا وعايزة تنتحر، ومامتها حست بيها بس ولا بتصد ولا بترد. كل اللي قدرت تعمله ان هي تجيبها للدكتور في السر من ورا باباها، والدكتور شخصها ان من كتر الضغط عندها اكتئاب قوي، وانهم هيعدوا بالمحنة دي سوا. واخيرا انج لاحظت اختفاء تليفونها، وطبعا رنت عليه، وساعتها يوت رد عليها وعرفته بنفسها وهي في مدرسة ايه، وقال لها ان هو هيجيب لها الموبايل بكرة على المدرسة. وتاني يوم في المدرسة بنشوف واد ملزق كده مصمم ان هي تركب معاه العربية، بس هي بتكون رافضة. وبتيجي واحدة اسمها شيرلين بترخم عليهم، وانج بتمشي، وشيرلين بعد كده بتروح لها وبتعرفها ان هي كمان هتقدم على المنحة بتاعة ألمانيا. وإنج بتقولها ان هي بلاش تعمل في نفسها كده، وان هي غنية فتقدر تسافر اي مكان هي عايزاه وتدرس من غير ما تعمل كل ده. بس شيرلين بتاخدها ان هي كإهانة، وانها مش عايزة حد غيرها يكون متفوق. وبيجي الملزق يفك الخناقة وبيكون متضايق من شيرلين، وإنج المدرسة بتاعتها بتكون طالباها عشان تعرفها ان هي هتكثف المذاكرة، وان هي كمان هتديها دروس خاصة بعد المدرسة. والبنت بتكون رافضة، بس المدرسة بتفضل تضغط عليها وان هي لازم تعمل كده عشان تنجح في المنحة. وبعد كده بتنزل وبتفتكر كمية الضغط اللي هي فيه، وبيجي المدير وبرضه بيفضل يضغط عليها، وان هي اول واحدة هترفع راس مدرستهم لان هي هتنافس مدارس تانية. بس هي بتعرف ان هي مش عايزة تقدم على المنحة، وان يخلي شيرلين تقدم، وهو بيكون رافض لان شايف ان شيرلين مش هتنجح. وهي ساعتها بتنهار وبتمشي وبتسيبه، وبيكون بطلنا بيدور عليها وبيشوفها، واتاريها طلعت على الروف عايزة تنتحر، بس هو بيهديها وكانت هتقع فبيلحقها، وبتقع فوقيه وايديهم بتلمس بعض. دي كارثة بالنسبة له. وبعد كده بيقعدوا يتعرفوا على بعض، وبيفهمها ان هو عنده OCD، وبيعرفها ان هو دماغه بتكرر الحاجة كذا مرة، زي ان هو لازم يغسل ايده كذا مرة، زي ان هو يلبس كذا طبقة من الهدوم، او ان حاجته تبقى مترتبة اوفر، ودماغه بتفضل تعيد العملية دي. وهي كمان بتعرفه ان هي عندها ضغط وعندها اكتئاب شديد. فهو بيقرر ان هما الاتنين يساعدوا بعض، لان ولا اهلها حاسين بيها ولا اهله حاسين بيه. فبيقرروا ان هما هيساعدوا بعض، وكل واحد هيهدي المحنة بتاعته، وبيكونوا هيوعدوا بعض وفعلا بيرشوا المطهر ويدوا لبعض البروميس النهائي. ما تنسوش تقولوا لنا بتتابعونا منين. وبعد ما بيوعدوا بعض المدير بيكون عايزها عشان يعرف ايه اللي هي قالته ده، وبتقول كده ليه، وتعرفوا ان هي عندها اكتئاب، وهو شايف ان دي اوهام ومفيش حاجه اسمها كده اصلا، وانها تصحى لنفسها كده عشان في ناس كتيره حاطه امال عليها. وبتطلع ان شيرلين الخبيثه سمعتها وقالت للفصل كله ان انج عندها اكتئاب، بس انج كانت قويه وقالت انها عندها اكتئاب، حد ليه شوق في حاجه. وبالليل بتكلم يوت عشان تطمن عليه، وتعرفوا ان المدير عندهم في المدرسه عمل مشكله مع الشخص اللي بيبيع لهم صابون، وانه بيشتري صابون كتير، قال يعني عشان صحة الطلاب. وبتكون قررت ان هي ترشح يوت للمدير، وفعلا ودته، وهو عرف المدير قد ايه الصابون بتاعه من خامات جيدة وغالية، وهو اساسا بدأ يصنع البراند بتاعه لانه بيستهلك صابون كتير. والمدير عرف ان الصابون فعلا خاماته غالية، وده بان من ريحته، والمدير وافق ان هو يشتغلوا سوا. ومش بس كده، هو كمان سأله هو خريج ايه، وعرف ان هو مهندس كمبيوتر، والمدير طلب منه ان هو يكون مدرس احتياطي عنده. ويوت بيوافق وبيشكر انج كتير. ومش بس كده، ده كمان انج بتقول ان هو لو احتاج اي مساعدة في اي وقت يقول لها، وشكلهم بيكون كيوت قوي. وعشان يشكرها بيكون عايز يعزمها على الغدا بعد المدرسة، وهي بتوافق، وعملوا باي باي كده لبعض سو كيوت. وتشاين ملزق شافهم واتضايق اكتر، خصوصا لما مرضتش تقول له مين يوت ده. وبعد المدرسة بيروحوا عشان ياكلوا، بس طبعا مع اطباقه وحاجته، عشان ما تطلعليش واحدة سوسة في الكومنتات وتقول لي ازاي وهو عنده وسواس قهري، حاجته معاه ومتعقم. وتشاي بيكون وراهم وراح واتخانق معاه، وكمان حاول ان هو يضرب يوت.
وبيكون لمسه. فوقتها حس ان هو تعبان وبيعتذر لإنج، بس إنج هي كمان بتعتذر له وبتعرفه ان المرة الجاية هتكون حذرة اكتر وهتخلي بالها، وهو بيكون مش متضايق منها. وتاني يوم في المدرسة تشاي شافه تاني وعايز يضربه، بس المرة دي شيرلين عرفته ان هو مدرس هنا وانه غبي، وبتمشي وبيبدأ ان هو يديهم الحصص ويعرفهم ازاي يعملوا الصابون. وبتكون شيرلين بدأت تعجب بيه وإنج كمان، بس هو في الحصة عمال يبص لإنج وبيكون مبسوط. وشيرلين خدت بالها يا ترى الحرباية الصغيرة دي هتعمل ايه. وشيرلين بعد الحصة بتديله سناك ومصممة ان هو ياخده، وفعلا خده منها. وإنج بتكون متضايقة وجدا كمان وعمالة ماشية ومش بترد عليه وهو مش فاهم مالها. بس بعد كده سألته من امتى هو وشيرلين قريبين كده عشان تديله الحاجات دي، وهو يكون يروح يساذج قوي ويقول لها يمكن عاجبها الحصة بتاعتي، ويقول لها لو هي كمان بتعجبها ان هو هيديها دروس لوحدها ويخليها اشطر واحدة. وهي بتفرح، بس بتيجي الحيزبونة المدرسة دريم وتقول لها ان هي انهي اهم عندها، المواد الاساسية ولا الاختيارية. وهو يروح بيكون واقف غلبان كده وساكت، وإنج بتمشي. والواد الملزق راح للمدير وبيكون خلى حد يجيب له كل حاجة عن يوت، ويقول له ازاي تسيب مدرس مريض نفسي هنا في المدرسة، وبيخوفه انه ممكن يعمل حاجة. والمدير بيطلب يوت وبيواجهه بالمعلومات اللي معاه، ويوت بيعرفه ان حالته مش خطر، انه بس دماغه شغالة بطريقة مختلفة عن الناس التانية، بس هو بيتعالج. وإنج بتتخانق مع الملزق لانه عمل كده، وهي تعرفه ان هي مش هتسامحه لو يوت حصل له حاجة واتأذى. هو بيسألها لو هي بتحبه، بس هي ما بتردش وبتمشي وبتسيبه مذهول. وبيطلع المدير الرخم عايز يوت يعمل له مساج عشان يتأكد انه هو تمام، وفعلا يا عيني بيعمل كده وكان هيفرفر فيها. وإنج حاولت ان هي تنقذه بس ما قدرتش، ويا عين امه فضل يغسل ايده لحد ما اتعورت جامد. وإنج بالليل كلمته وراحت عشان تشوفه وتطمن عليه، ولما شافت ايديه زعلت عليه جدا ومسكتها، بس طبعا كان في عازل بينهم وهو متأثر، وعرفته انه لازم يشوف دكتور يا للحنية. وفعلا بيروح وبيحكي للدكتورة كل اللي حصل معاه، وبيسألها اذا كان في طريقة كمان مع الأدوية عشان يقدر يتعالج أسرع. فهي بتقوله ان هو لازم يبدأ يواجه مخاوفه شوية بشوية، زي ان هو مثلا يروح يقعد جنب حد ويطلب قلم. في الأول كان خايف ومش عارف ياخد القلم، بس في الآخر خده. وزي ان هو يحاول يركب مواصلات عامة، لان طبعا ناس كتيرة بتركبها، وكان بالنسبة له دي أول مرة من سنين كتير يركب باص. وتاني يوم في المدرسة بيبعت لإنج رسالة بالحاجات اللي هو حاول يعملها، وبيعرفها ان هو شكله هيتعالج قريب. وطبعا ساعتها إنج بتروح له بسرعة وبتكون فرحانة له، وكمان بتمسك ايديه عشان تطمن عليه، وهم بيكونوا مبسوطين وبيتكلموا. بس في نفس الوقت شيرلين الخبيثة شافتهم وراحت جري على المدرسة الحيزبونة دريم وقالت لها ان إنج كده شكلها عندها حبيب، عشان كده بقت مقصرة في دراستها. طبعا السيدة دريم الموضوع علق معاها، وطبعا لما بتروح بيتها بالليل بتلاقي ان المدرسة دريم عندهم في البيت، وبابا إنج بيتخانق معاها عشان فاكرها عايزة حبيب، وهي عمالة تقول ان ما عندهاش حبيب ولا زفت، بس هو مش مقتنع وعمال يتخانق معاها وفاكرها هتضيع مستقبلها، وعشان مش هاممها الدراسة وعايزة تحب وتتحب. وبتطلع لأوضتها وبيفضل يزعق لها، ومامتها ما بتقدرش تدافع عنها لأن باباها نفسه بيغلس في مامتها وشايفها غبية ومش عارفة تهتم ببنتها. وبيعرف إنج ان من هنا ورايح هو اللي هيوديها ويجيبها وتاخد دروسها عند دريم، وطبعا هي بتكون منهارة ولا حد حاسس بيها. وتاني يوم في المدرسة تشاي الشرير بيعمل حركة مقززة جدا، وطبعا أول ما يود بيشوفها بتجيله الحالة لدرجة إن هو بيغمى عليه، وهما بيخافوا وبيمشوا، وبتيجي الإسعاف وبتاخد يود. وبتكون إنج شايفاهم وعمالة تجري ورا عربية الإسعاف لدرجة إن هي بتقع، وكانت خايفة عليه جدا. وشيرلين الخبيثة قدرت إن هي تعرف إن تشاي وصاحبه هما اللي عملوا كده، وخدتهم عند المدير عشان يعترفوا بغلطهم. وبتيجي إنج وبتتخانق مع تشاي إن هو إزاي يعمل كده، بيقولها عشان انتي وهو بتتوعدوا. بس شيرلين قدام المدير بتدافع عن يوت وبتقول إن هو ما بيتوعدوش وإن هو غبي وبيعمل كده عشان خاطر إنج رافضه. وبعد كده إنج بتشكرها، وشيرلين بتعرف إن هي ما ساعدتهاش هي، بس هي ساعدت يوت. والمدرسة دريم بتتكلم مع يوت وبتعرفه ان علاقته مع إنج مش صح، وطبعا لو اتعرفت ساعتها هيبقى في عقاب ليهم هما الاتنين، وانه يبعد عن إنج عشان خاطر مستقبلها ومصلحتها. وفعلا إنج بتبعت له مسجات ومش بيرد عليها، وتشي بيبعت رسالة لشيرلين ان هما يتعاونوا مع بعض عشان هو إنج حبيبته تكون معاه وهي تاخد يوت. وفعلا يوت ما بيردش على مسجات إنج، بس بيفضل يتفرج على صورهم ومفتقدها. وفي نفس الوقت دريم بتتكلم معاها وبتعرفها ان علاقتها مع يوت مش صح، بس إنج بتقولها انها تعرفه من قبل ما يكون مدرس هنا، وان هما الاتنين بيساعدوا بعض وبينصحوا بعض. بس دريم بتعرفها ان يوت كده هيتعاقب.
وإن ده آخر تحذير ليها. وبعد كده باباها بيجي ياخدها وهي بتتكلم معاه إن هي مش قادرة تدخل الامتحانات وإن يعفيها من موضوع المنحة، بس هو بيفضل مصر وبيقول لها إن هي تبعد عن المدرس ده. ولما بتروح البيت وتفضل تبعت ليوت وما يردش عليها، شكلها كده قررت إنها تنتحر لأنها زهقت منهم وأنا زهقت لها وحاجة غم، بس ما بتنتحرش ولا حاجة. وتاني يوم بتروح للدكتور بتاعها واللي بيديها كام نصيحة عشان تتعامل مع المشاعر بتاعتها، وبتروح المدرسة وبعد كده بتفضل تفكر في يوت وبتكلمه بس ما بيردش عليها. ومامتها في نفس الوقت بتكون راحت ليوت عشان تطلب منه مساعدة لأن حالة بنتها بتسوء، وإن دكتورة هتكلم معاها وعرفها إنها بترتاح مع يوت وإن هو ممكن يساعدها والأول مرة هتعمل حاجة في صالح بنتها، وهو وافق. وكلمت بنتها وكانت منهارة ومش عايزة تدخل امتحان المنحة، وقدروا إن هما يلاقوها ومامتها بتواسيها وبتكون فاهماها. وأول ما شافت يوت حضنته وبتعتذر منه، وكانت فاكرة إن هو ممكن بدأ يكرهها وهو مش متضايق منها ولا حاجة، ويعرفها إن هي مش غلطتها وإن هو اللي مش قوي كفاية. وبيقرر إن هما يكونوا سوا ويعدوا أي حاجة وإن هو هيفضل معاها لحد ما تتحسن. وبيواسيها ومامتها عرفتها إن هي هتقف جنبها ولو مش عايزة تدخل الامتحانات ما تدخلهاش. وإنج بتشكرها لأنها أول مرة تقف معاها. وأول ما بيرجعوا البيت باباها بيكون هيتخانق معاها لأنها ما حضرتش الدروس الحيزبونة دريم، بس لأول مرة مراته وقفت له وقالت له إن هو يسيبها براحتها وإن في أكتر من طريق في حياة الشخص وإن هو ممكن يختار منهم. وبيكون مستغرب هي جابت الجراءة منين، ما هي عشان ما بتشتغلش فمش شايلة هم المصاريف دي. كده قلبت خناقة مصرية أصيلة. وتعرفوا لو هو ده السبب اللي هيخليها ما تتدخلش في حاجة تخص ولادها يبقى هي هتشتغل وهتساعده في المصاريف، وإن إنج مش هتعمل حاجة غصب عنها. وبعد كده إنج بتكلم يوت وبتشاركه كل اللي حصل معاها ويعرفها إن هو كمان مش هيسيبها. وبيكونوا فعلا بدأوا إن هما يقضوا الوقت سوا، إن هما يخرجوا ويلعبوا، وهو بالمرة بيواجه مخاوف ودي بيكون من عندي لأن هو راح أماكن عامة. وكمان بيكون هيساعدها في الدراسة. وبالليل حد دخل بيته وعمل حاجة في الصابون اللي هو بيصنعه للمدرسة. وتاني يوم إنج قالت للحيزبونة إنها قررت إنها مش هتقدم على امتحانات المنحة، والحيزبونة عرفتها إن ده مش صح وإن كله حاطط عليها أمايل، بس تعرفها إنها أخدت قرارها وياريت تحترمه وما تضغطش عليها. وبيكون في طالبة سمعت وكالعادة نشرت الموضوع، وشيرلين بتكون فرحت خصوصا لما إنج أكدت الموضوع وإنها اتسحبت من المنحة. وإنج بتروح تشارك اللي حصل مع يوت وتعرفه إن دريم متضايقة من قرارها بس هنعمل إيه، وهو يعرفها إن هو رجع الشغل وهيساعد الطلبة اللي هيقدموا على امتحانات الجامعة، وهي بتكون فرحانة ومرتاحة وكل ده بسببه. وهو بيكون فرحان لفرحها وشيرلين متغاظة منهم. والمدير عرف بخبر انسحاب إنج وبيكون خايف على اسم المدرسة. وساعتها شيرلين جات له وقالت له إن هي هتقدم. وساعتها بيقول للحيزبونة إنها مش أحسن اختيار بس مفيش غيرها، أحسن من مفيش، وإن هي تبدأ تديها دروس. وفعلا وافق. والطلبة بيكون في حاجة في الصابون بدأت إن هما تعمل لهم حساسية وإن هما كمان يتعوروا. ويوت أكد للمدير إن الصابون بتاعه آمن، والمدير قال له فين ده، ورجع يشتغل تاني مع المورد القديم اللي أكيد هو اللي عملها يعني. وأهل شيرلين طلعوا مستقلين بيها وبقدراتها، وإنها بالرغم من إن هي دخلت مدرسة عادية جدا إلا إن في حد طلع أحسن وأذكى منها، قصدهم على إنج، ويقولوا لها هي إنج أحسن منها في إيه، ويقولوا لها إن هي محظوظة إن أهلها أغنياء وبيروحوا حفلة وعايزينها إن هي تذاكر كتير، وحالتها بتكون وحشة. بتخلفوا ليه مادام هتقرفوهم؟ محدش مرتاح، ده اسمه هم. وفجأة بتلاقي إن يوت راح لها البيت عشان يطمن عليها عشان إنج عرفته إن هي جالها حساسية شديدة من الصابون بتاعه. وهي بتفرح جدا وبتقوله إنه يقعد معاها شوية لأنها حاسة إنها أحسن وهو معاها. وتاني يوم في المدرسة شيرلين بتسمع المورد القديم وهو بيتكلم مع المساعد بتاعه على اللي عمله والأسيد اللي زوده في صابون يوت بالليل. وراحت تقول ليوت بس هو بيفاجئها ويقول لها إن هو حس إنها امبارح فهمت غلط وإنه بس راح لها عشان يطمن عليها عشان هي اتأذت بسبب الصابون بتاعه. وهي بتتغاظ وبتفتكر لأنه معجب بإنج، بس بيقولها إن ده ملوش علاقة بإنج. وهي بتتغاظ أكتر وما بترضاش تقول على اللي سمعته، بس بتشوفه وهو قاعد مع إنج وهي بتقوله على رحلة المدرسة دريم عاملاها عشان الدراسة وإنها في يوم أجازة وإنها هتفرح قوي لو هو كمان راح معاهم. في الأول بيكون متردد لأن دريم مش هتفرح بالموضوع، بس هي بتلح عليه وبتقوله إنها هتكون سعيدة لو هو جه معاها وهو بيوافق عشانها. وهي بتفرح جدا وشيرلين بتكون متغاظة أكتر وبتروح للمورد القديم وتعرفه إنها عرفت اللي هو عمله وإن باباها عنده مصنع وإن هي هتخليه ياخد منه كميات كبيرة لو عمل اللي هي هتطلبه منه. وبتطلع إن هي عايزاه إن هو يأذي إنج، وفعلا كان عمل كده وكان عامل خطة، بس فجأة بيجي أخوها وبيدافع عنها وبيفضل يضرب فيه شوية، بس في الآخر المورد بيقدر إن هو كمان يضرب لحد ما في آخر لحظة يوت جه وقدروا إن هما اللي ينتصروا عليه. وبتكون قاعدة هي وأخوها ويوت وتقول أمال فين التايكوندو اللي بتتدرب عليه، فيعرفها إن هو بطل يتدرب تايكوندو بس ما قالش لباباه، وإن هو بيلبس اليونيفورم ده قال يعني بيتدرب، وإن هو بيشرب كحول مع أصحابه وإنه بيخرج معاهم وبيلعب باسكت.
وهي بتكون متفاجئة، فبيعرفها ان مش شرط كل حاجة ابوهم يعرفها، وان هي مش ذكية كفاية عشان كده ما عملتش زيه. ويود بيكون معجب بافكاره، ولما بيروحوا البيت ابوهم بيكون مش طايقهم. وشيرلين بتقول للمورد مادام هو فشل في اللي هي طلبته منه ان كمان ما فيش صفقة صابون، الصابون إلهي تتزحلق. وبيجي فعلا يوم الرحلة وشيرلين بتكون غريبة جدا لدرجة ان هي بتقول لإنج ان هي ما تحلمش ان نيوت يكون حبيبها وانه هيكون حبيبها هي. وإنج بتحس ان هي فيها حاجة مش طبيعية، وشيرلين فاكرة ان إنج عايزة تطلعها مجنونة. وبيجي يوت فعلا وبيهتم بإنج وبيفكوا من شيرلين خالص، وده بيغيظها اكتر. ولما بيروحوا الرحلة بيكونوا ماشيين سوا، ودريم مش عاجبها الوضع، بس إنج بتعرفها ان يوت ما عملش حاجة غلط. وبيجي تشي وبيقول لهم ان شيرلين مختفيه، بس هي ولا مختفيه ولا حاجه، ده هي اللي عامله كده عن قصد وبتضرب نفسها بالقلم، دي حالتها خطيره. واول ما كلهم بيجوا حواليها بتقول لهم ان في تعبان قرصها، بس يوت لما بيشوف الجرح بيقول لها دي مش عضة تعبان، بس هي مصممه وعامله هستيريا ان في تعبان عضها وان ليه محدش مصدقها. والمدير بيتكلم مع اهلها وان هي مشتته الفتره دي وعن اختفائها في الرحله، وان في حاجه مش مظبوطه وان هم المفروض يهتموا بيها او يشوفوا فيها ايه، بس اهلها رافضين ان هي فيها حاجه وانها تمام، واهم حاجه المنحه. ولما بيروحوا البيت بيفضلوا ان هم يتخانقوا معاها وبيعرفوها قد ايه مهم ان هي تاخد المنحه عشان ما تكسفهمش قدام اصحابهم، قال يعني تبقى حققت حاجه. وبتكون إنج طلبت مساعده الدكتور بتاعها عشان تقدر ان هي تطلع يوت من حاله الوسواس القهري، وفعلا بتبدا ان هي تاخده الاماكن عامه وان هم يلعبوا سوا وهو بيكون مبسوط وهي معاه. وكمان بتركبه مواصلات عامه وبتكون فرحانه بيه جدا، وكمان بتقدر ان هي تساعده اكتر وبيكونوا مبسوطين سوا. وبعد كده بتروح للدكتور بتاعها واللي بيلاحظ ان هي مبسوطه ان يوت بيتحسن، وعشان تحسنها ده بيقرر ان هو يقلل لها جرعه الدواء بتاعتها. وبتروح ليوت وبتشاركه فرحتها وبتقول ان هي بدات تقلل الدواء وان هو كمان بدا يتحسن وان هما هيخفوا سوا، وبيكون فرحان بيها وشكله بيحبها جدا. واهل شيرلين اخيرا لاحظوا ان فيها حاجه، فبيقرروا ان هما يكلموا حد من اصحابها ومعهمش قال يعني غير رقم إنج. وفعلا بيروحوا لها وبتقعد تتكلم معاهم وبتعرفهم ان هي كل اللي تعرفه عن شيرلين ان اهلها اغنياء بس ما عندهمش وقت ليها، وان هي محطوطه تحت ضغط بخصوص المنحه، وان هي كانت مكانها قبل كده بس جالها اكتئاب، وهما مش مصدقين ان واحده في سنها يجيلها اكتئاب. فتعرفهم ان كتر الضغط لا بيجيب اكتئاب عادي، فبيقرروا ان هما ما يهتموش بكلامها، خصوصا لما بتقولهم ان هما يخلوا شيرلين تروح للدكتور، وبيسيبوها وبيمشوا. بس تاني يوم في المدرسه بتقرر إنج ان هي تتكلم مع شيرلين وتقول لها ان هي كانت مكانها وان هي محتاجه تشوف دكتور، ولو خايفه هي ممكن تروح معاها. بس شيرلين ما بتهتمش بكلامها وفاكره ان هي بتعمل كده عشان تبعدها عن يوت، دي هوبا رسمي. وبتروح ليوت وبتقول ان هو اللي ممكن يخليها تتحسن وان هي عايزاه يكون حبيبها، بس هو بيكون رافض وهي طبعا مش عاجبها. وبعد كده بتروح تتخانق مع المورد القديم لانه ما قدرش ان هو يخلصها من إنج، وتعرف ان هي تقول للكل ان هو اللي بوظ صابون يوت. فساعتها بيقول لها وهو هيقول انها حاولت تقتل إنج، بس بيجي يوت وبيكون متفاجئ ان شيرلين فعلا عملت حاجه زي كده او طلبت حاجه زي كده. لا وكمان يوت طلع ذكي ومسجل اللي حصل، وبيقول له ان هو هيطلب له البوليس وبيحاول ان هو يهرب، بس يوت المره دي بيمسكه، ومش بس كده ده كمان بيضرب لحد ما بيجوا الامن وبيمسكوا المورد. بس شيرلين ساعتها بتهرب وبتيجي الشرطه وبتقبض على الشخص الشرير. ويوت بيقول للمدير ان هو شاكك ان شيرلين عندها مشاكل في عقلها وان هي ممكن تكون محتاجه علاج. طبعا المدير بيتفاجئ وبيكلموا اهلها وبيحكوا لهم اللي حصل وان هي هربت ومش لاقيينها وان هم شاكين ان هي فيها حاجه. وتشاي بياخد يوت وكمان بياخد إنج عشان يدوروا على شيرلين، واهلها بيكلموهم وبيقولوا لهم على المكان اللي هي ممكن تكون فيه، كان مكان بتقضي فيه وقت مع اهلها زمان وهي صغيره. وفعلا شيرلين بتكون هناك، بس مش بس كده دي كمان بترمي نفسها في الميه عشان تنتحر. ويوت والعيال هناك عمالين يدوروا عليها وهو سمع صريخها كانت بتطلب النجدة اني غيرت رايها الظاهر مش عايزه تنتحر. والدنيا بتبقى ميه سايبه ميه ربنا كلها وراحه في الميه النتنه دي، بس المره دي ما بيهموش وحياتها هي الاهم وبينقذها. بس بعد ما انقذها بيكون شايف ان الجراثيم كلها جايه عليه هجوم، فساعتها يا حرام بيغمى عليه وهيفرفر فيها. وطبعا بتيجي الاسعاف وبتاخده، بس شيرلين بتقول لاهلها ان هي خلاص مش عايزه تدخل الامتحان بتاع المنحه. واهلها المره دي بيبان عليهم ان هم متفهمين وبيحاولوا ان هم يطمنوها لان هم اصلا خايفين عليها. ويود بيكون في العنايه المركزه وغايب عن الوعي، واهله بيروحوا وإنج بتتكلم معاهم وبتعرفهم ان هو عنده وسواس قهري وان هم ما كانوش مصدقينه ولا فاهمينه، واتاري بابا فاكر ان ابنه غريب عشان كده مش عارف يتعامل مع الناس وسايبه ان هو يعيش لوحده عادي. بابا ومامته حاسين بالذنب. وبتعدي ايام وبيكون برضو لسه غايب عن الوعي ومش عارفين هيفوق امتى. وشيرلين بتروح لإنج وبتعتذر لها، بس إنج بتقول لها ان هي فاهماها وعارفه هي حاسه بايه لان هي كانت مكانها قبل كده وان هي هتكون معاها وهتساعدها وبيتصالحوا. والدكتور بيتكلم مع الكل عن حاله يوت وبيعرفهم ان في دكاتره هيساعدوه وان هو هيفوق وما يقلقوش، وان ده بس حصل له من الصدمه لما افتكر ان الجراثيم كلها جايه عليه. وبيعرفهم ان المرض النفسي مش ساعات بس بيأثر على العقل بس كمان بيأثر على جسمهم، وانها
ممكن تؤدي ان الواحد ينتحر. وطبعا اهل شيرلين بيتأثروا وبيسألوه ازاي ممكن يتعاملوا مع مريض الاكتئاب، فيعرفهم ان هم المفروض يسمعوه، بس يسمعوه بجد مش اللي هو سامعينه كده وخلاص من غير ما يدوله اهتمام، وان هم يحاولوا يفهموا مشاعره، وان محدش يضغط عليه، ويحاولوا ان هم ياخدوه ان هو يعمل نشاطات مختلفة عشان يطلع من الحالة اللي هو فيها، بس طبعا لازم المتابعة مع الدكتور عشان يكتب له ادوية. وإنج بتدخل ليوت وتفضل تعيط جنبه لانه وعدها انه مش هيسيبها وان هم هيتعالجوا سوا. وإيس فجأة نلاقيه صحي واداها صباع الوعد وانه عمره ما يخلف بوعد. ومش بس كده، ده كمان بيمسك ايديها، واضح ان هو بدأ يتعالج. وبعد ما بيطلع بيروح للدكتورة بتاعته وبيعرفها ان هو اتحسن، بس ده بفضل إنج، هي الوحيدة اللي كانت بتساعده وكمان بتدعمه، وان لولاها ما كانش وصل للي هو فيه دلوقتي. وبيكون باين قد ايه مبسوط وهو بيتكلم عن إنج. واهل شيرلين بيروحوا لإنج وبيتكلموا معاها وبيقولوا لها قد ايه اهلها ربوها كويس وان هم متفهمينها، وهي بتقول لهم اني مفيش اي حاجة، وان هي كمان مريضة اكتئاب عشان كده هي قادرة ان هي تفهم شيرلين. وطبعا بيكون العيلة بتاعتها كلها سامعين قد ايه بيشكروا في تربيتها. فطبعا بعد الكلام الحلو ده باباها بيطلع لها وبيعتذر لها ان هو ما كانش عارف هي بتمر بايه، وان هو مش هيضغط عليها تاني، واهم حاجة تكون سعيدة. وبترجع تاني علاقة الاب والابنة، وبتروح للدكتور بتاعها وبتحكي له كل حاجة، وبيقرر ان هو يقلل لها جرعة الدواء وشبه هتبطله خالص. وبتطلع بتلاقي شيرلين واهلها، وبيطلع ان هم فهموا الوضع وجايبينها عشان تتعالج. وإنج بتقول لها ان هي هتدعمها. وبابا إنج كمان بدأ ان هو يتفهم وراح لها وكان عايز يقابل الدكتور، بس عرفته ان هي خلاص هتبطل تاخد ادوية قريب، وطبعا بيفرح لها جدا. ويبان ان بقى فيه رباعي مرح اللي هو تشاي وشيرلين وإنج ويوت، وبيكونوا كلهم طالعين ياكلوا سوا. بعد كده بنلاقي تشاي واقف كده بيتكلم مع شيرلين وشكله بيتغزل فيها، وبتيجي إنج وبتقطع عليهم وبتسأله إذا كان بيتغزل فيها، فيعرفها إن هو مش بيتغزل بيها وإنه معجب بيها كمان. وإنج بتروح لأهلها وبتعرفهم إن شيرلين مش هتدخل امتحان المنحة، وإن هي بتفكر تقدم بدلها عشان خاطر مفيش حد يمثل المدرسة بتاعتهم. بس باباها بيقول لها إن هو مش ضاغط عليها ومش عايزها تاخد حاجة ولا تعمل حاجة غصب عنها، فتعرفوا إن هي هتعمل ده بإرادتها وإن هي هتحقق له حلم. وبعد كده بيروح لاخوها ويقول لها كده كده احنا عندنا واحد هيكون بطل تايكوندو قريب، بس ابنه بيفاجئه ويقولوا ان هو بطل يلعب تايكوندو بقاله فتره. وبابا يطلع عارف عشان مراته وبنته قالوا له، ويبان قد ايه هو بقى اب متفهم وسايب كل واحد ياخد قراراته. وإنج بقت لابسه كيوت قوي وبتقابل يوت، وباين ان هما الاتنين بدأوا يحبوا بعض وبقوا بيقضوا وقت مع بعض. وبكده يكون خلص مسلسلنا نهايه سعيده. وما تنسوش تقولوا لنا بتتابعونا منين وعايزين مسلسلات ايه تاني نلخصها لكم، واللايك والسبسكرايب كمان.